ومن حق كل المغاربة أفرادا وجماعات أينما كانوا أن يعتزوا بالانتماء لهذا الوطن. وكواحد من المغاربة فإن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي. وأنتم أيضا يجب أن تعبروا عن هذا الاعتزاز بالوطن وأن تجسدوه كل يوم وفي كل لحظة في عملكم وتعاملكم وفي خطاباتكم وفي بيوتكم وفي القيام بمسؤولياتكم. ولمن لا يدرك معنى حب الوطن ويحمد الله تعالى على ما أعطاه لهذا البلد أقول: تابعوا ما يقع في العديد من دول المنطقة فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر. أما المغرب فسيواصل طريقه بثقة للحاق بالدول الصاعدة. إن هذا الاعتزاز بالانتماء للمغرب وشعور وطني صادق ينبغي أن يحس به جميع المغاربة. إنه شعور لا يباع ولا يشترى ولا يسقط من السماء، بل هو إحساس نبيل نابع من القلب عماده حسن التربية على حب الوطن وعلى مكارم الأخلاق. إنه إحساس يكبر مع المواطن ويعمق إيمانه وارتباطه بوطنه. والاعتزاز لا يعني الانغلاق على الذات أو التعالي على الآخر، فالمغاربة معروفون بالانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مختلف الشعوب والحضارات. غير أن تعزيز هذا الإحساس والحفاظ عليه يتطلب الكثير من الجهد والعمل المتواصل لتوفير ظروف العيش الكريم لجميع المواطنين وتمكينهم من حقوق المواطنة، ولكنه يقتضي منهم أيضا القيام بواجباتها. وهنا أتوجه لكم معشر السياسيين لأقول لكم: إنكم مسؤولون بالدرجة الأولى على الحفاظ على هذا الاعتزاز بل وتقويته من خلال تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الإدارية والمنتخبة، ومن خلال الرفع من مصداقيتها ونجاعتها ليشعر المواطن أنها فعلا في خدمته. ولجميع المواطنين أقول: أنتم مصدر وغاية هذا الاعتزاز، والوطن لا يكون إلا بكم، فعليكم أن تجسدوا ذلك بالانخراط في كافة مجالات العمل الوطني